ده كل اللي انت محتاجه للبايسبس بتاعتك. واي حد هيجاوبك برقم ثابت كذاب وما بيفهمش. شبه عملت لوك للعضلات المستهدفه اصلا. عمال بقى بتلعب سواعد وباي وحاجات تانية مالهاش علاقه بالظهر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. من اول ما بدات السلسله دي والناس دايما تسال فين تمرينه البول الثانيه، عشان لو بنتمرن اكتر من 3 ايام. فانا النهارده جاي لك بتمرينه بول من الاخر. هنتكلم عن تمارين الظهر وايه العضلات الموجوده في الظهر وازاي تختار تمارين الظهر، وهنتكلم عن البايسبس، الكتف الخلفي والترباس واي حاجه لها علاقه بالسحب عامه. بحاول اعلمك ازاي تفكر، مش انك تمشي ورايا عمياني. انا بعلمك ازاي بنحط التمرين وازاي تختار التمرين المناسب لك انت. فكمل معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هتستفاد من الفيديو. يلا بينا. طيب زي ما قلت لكم دايما قبل اي تمرين، سخن كتفك كويس قوي وعضلات الروتيتور كف. العضلات المسؤوله عن دوران الكتف الانترنال والاكسترنال روتيشن، وهي المسؤوله برضو عن تثبيت مفصل الكتف اثناء الحركه. تم بالتسخين كويس قوي، الموضوع مش هياخد منك 5 دقائق وهتحمي نفسك من الاصابه يعني. اول تمرين عندي هيكون اللات بول داون، سحب عالي. عضلات الظهر من اكتر العضلات المعقده في الجسم، والعضلات اللي مليانه تفاصيل. بس انت برضو مش محتاج تعرف كل التفاصيل دي يعني. انت كل اللي محتاجه 3 فاريشن بس، 3 انماط حركه يعني. واحد فيرتيكال بول، سحب عالي ايا كانت بقى القبضه سواء واسع او ضيق. واتنين روينج من قدام. واحد وقوعك زاويه 45 عشان عضلات الابر باك. وواحد وقوعك جنب عشان اللاتس. اي تمرين تاني هيكون زياده منك انت. هتقول لي طيب وعضلات اسفل الظهر؟ هي شغاله معاك في اي تمرين محتاج ثبات. ولو انت عايز تمرنها يا عم العب لها تمرين هايبر اكستنشن، هيكون كافي قوي يعني. انا هسخن هنا مجموعه. اول مجموعه هحاول العب ب 110. ما فطرتش كويس، ما نمتش كويس، تعبان. ودي حاجه بحب اقولها قبل التمرين، علشان لو ما قدرتش العب بالوزن يبقى الحجج موجوده، ولو قدرت العب يبقى انا تمام مفيش مني يعني. فتعالوا نشوف هنقدر نجيب كام. بسم الله. هحاول بين المجاميع النهارده هاخد كام سؤال من اللي انتوا سالتوهم لي امبارح في الانستجرام. احاول اجاوبك علشان برضو التمارين ما تكونش ممله قوي. لازم نتكلم شويه. انا هدخل مجموعه تانية غالبا هتكون بنفس الوزن، واكيد عدات اقل يعني. ده طبيعي طبيعي يعني. لو جبت نفس العدات اصلا يبقى انا كنت بستعبط الدور اللي فات. فشوف هجيب كام عد. طبيعي طبيعي جدا. عدات اقل طبعا. التمرين اللي بعد كده هيكون للابر باك زي ما قلت لك. مهم قوي تعرف برضو العضلات الموجوده على لوح الكتف. فلما يتحرك ايه العضلات اللي هشتغل معاك الرير دلت، الرامبويد، التيرس ميجور، الترابس. تمام. فحاول انك تسيب لوح كتفك حر على قد ما تقدر يعني. وانت في وضع الاستطاله سيبه يبقى مفتوح، وفي وضع الانقباض اقفل لوحين كتفك على بعض. تمام. يعني مثلا وانت بتتمرن، خليني اوريك بوزن خفيف. وانت بتتمرن ما تقفش لحد هنا كده، لا سيب لوح كتفك ياخد راحته خالص، وانت راجع اقفله خالص. تمام. لان انت لو عملت كده انت كده شبه عملت لوك للعضلات المستهدفه اصلا. يعني انت كده عمال بقى بتلعب سواعد وباي وحاجات تانية مالهاش علاقه بالظهر. تمام. فسيب لوح كتفك يروح معاك للاخر وانت راجع اقفله للاخر بس. خش 3 مجامع هنا برضو. هنا نخش على أول مجموعه. بس.
واحد معدي بيسلم بس انا مش قادر ارد. انا بموت يا ابني. هو اروح اسلم عليه بقى لا يزعل. حد بيسأل بيقول سبب عدم تطور الاوزان. بص، ده سؤال زي سؤال بعضه برضه، بس انا هجاوبك على كل واحد. انا هفترض ان انت التغذيه بتاعتك تمام والنوم بتاعك تمام. غالبا لو الاوزان بتاعتك ثابته او بتقل، فانت بتلعب عدد مجاميع زياده ومش مناسب للريكفري بتاعك. حاول تشيل مجموعه وجرب. تمام. لو ما ظبطتش شيل مجموعه كمان. بس ده اللي انا اقدر اقوله لك. نخش على المجموعه التانيه وناخد سؤال كمان. كان في عدة كمان بس مش عايز اعمل فتيجة عالية قوي عشان لسه في تمارين تانية. كده زي الفل. التمرين اللي بعد كده هيكون عندي للباي. هنلعب على البريتشر كيرل. الجهاز ده لو مش عندك انت ممكن تلعبه على الدكة عادي بالدمبل. تمام. او على الكيبل عادي. بس انا هلعب هنا 3 مجاميع وبعدها هنلعب كتف خلفي. يلا بينا. اه. وانت بتلعب التمرين ده برضه حاول انك تفرد دراعك للاخر عشان تجيب مدى حركة كامل. طيب السؤال اللي بعد كده ليه علاقة بالسؤال اللي فات شوية يعني. حد بيقول اوزاني مش بتزيد بقالها فترة. ايه السبب؟ مع العلم ان انا التغذية بتاعتي تمام والنوم بتاعي تمام. طيب بص، التطور مش شرط يكون اوزان او عدات بس. ممكن المدى الحركي بتاعك بيتحسن. ممكن التيمبو بتاعك بقى افضل. ممكن ادائك في التمرين بشكل عام بقى احسن. فما تزعلش لو اوزانك ثابته بقاله اسبوع او اسبوعين عادي. مش شرط يكون التطور اوزان او عدات بس. انا هلعب هنا مجموعتين كمان. بعدها نلعب كتف خلفي. ممكن بعدها عندي شكل للظهر. يلا المجموعه التانية. لا يا عم مكمل اهو. اصل هو يا اما تصور يا اما تتمرن. تعال نتكلم على الباي شويه. عضلات الباي زي ما قلت لك قبل كده هي راسين بس. اللونج هيد اللي بره دي والشورت هيد. الشورت هيد دي بتستهدفها بتمرين زياده كده يكون كوعك قدام جسمك شويه. او زي ما قلت لك برضو البديل بتاعه من شويه يعني اللونج هيد بتستهدفها لما يكون كوعك ورا ظهرك شويه. يعني تمرين زي الانكلاين دمبل كيرل على الدكه. انت مش محتاج كم هائل من التمارين يعني عشان تقعد تمرن الباي بتاعتك. تمرين بس كفايه قوي. والتمرين التالت للبريكيالس. تمرين زي الهامبل او الريفيرس بتاع السواعد. ده كل اللي انت محتاجه للبايسبس بتاعتك. فيلير فيلير فيلير. صدقني انت مش محتاج 5000 مجموعه عشان تمرن جسمك. كل اللي انت هتحتاجه لكل عضله تمرين او 3 بس. طور فيهم على مدار الوقت وقت اخرك وهتعمل احلى عضله. تعالى يا عم محمد. ما خلصت خلاص. التمرين اللي بعد كده يكون للكتف الخلفي. تقريبا انا كنت بلعب 50 المره اللي فاتت. علشان كده بقول لك دايما سجل اوزانك. العشوائيه ما بتجيبش نتيجه على فكره.
طيب السؤال اللي بعد كده هو الاشهر على الاطلاق. العب كم مجموعه العضله؟ بص يا حبيبي، قسما بالله ما اعرف ومحدش يعرف، واي حد هيجاوبك برقم ثابت كذاب وما بيفهمش. يعني حتى الدراسات سابت لك رينج وقالت لك من 8 ل 20. تمام. فما فيش رقم ثابت هيمشي على كله. في ناس جسمها بيستجيب لفوليوم اقل، تمام، وفي ناس تانية جسمها بيستجيب لفوليوم اكتر. انت ممكن تكون بتتطور عند عدد مجاميع معين، انا ممكن اكون بتمرن عند عدد مجاميع اعلى، فاحنا كلنا مش واحد. جرب على نفسك، وانت بتجرب ابدا بالرقم الاقل. انت لو بتسالني انا ممكن اقول لك مثلا العضلات الكبيره خليك من 8 ل 14 مجموعه، وانا هنا اقصد مجاميع الشغل، يعني المجاميع اللي بتوصل فيها للفشل العضلي فعلا او بتقرب له بعده او عدتين مثلا. بس برضه ده مش قرآن. في ناس بتتطور اعلى من كده وفي ناس بتتطور اقل من كده. في ناس بتلعب 6 مجاميع وبتتطور. انا في ناس بمرنها بتمرن 6 مجاميع وبتتطور، فملهاش لازمه ان انا ازود. فعلشان اقول لك انت المفروض تلعب كذا ابقى انا بغش بس. يلا نلعب المجموعه الاخيره هنا علشان نخلص. انا بلعبها بالاتنين مع بعض علشان نختصر الوقت. لو انا كاتبها لك واحده بس، العبها بدراع واحد بس عشان تجمع الحركه اكبر يعني. بس انا بلعبها بالاتنين بس علشان امشي اتاخرت. الشكل الخامس هيكون للظهر، بول اوفر بالمسطره. ممكن نلعبه على الجهاز الكيبل. هو في هنا جهاز بس انا مش هلعبه عشان انت هتقول لي الجهاز مش عندي. فانا هلعبه بالمسطره يا عم قدامك علشان تكون عارف برضه. يلا. مفيش نصايح كتير اقدمها لك في التمرين ده خالص، غير انك تصدرها وتصور من قدام، تصورش من ورا. تمام. يلا بينا. التمرين اللي بعد كده هيكون للترباس. على فكره الترباس 3 اجزاء برضو، يعني ابر ترابس وميدل ترابس ولور ترابس. الميدل واللور غالبا بيشتغلوا معاك في اي تمرين روينج، مش محتاج لهم شكل معين يعني. اي تمرين بتعمل فيه سحب، تقفل لحوم كتفك على بعض، فانت شغلت ال3 اجزاء اصلا، ممكن تكتفي بيه قوي. بس علشان انا قلت لك قبل كده عضله الابر ترابس عندي محتاجه شغل شويه، فانا بدي لها تمارين شراجز. العبه بالدمبل او بالسميث. حد بيسأل بيقول بقالي فترة بنشف ووزن ثابت بقاله أسبوع، هل سعرات ولا لأ؟ بص، الميزان مهم وبناخد بيه بشكل كبير، ولكن هو مش كل حاجة. لو انت شكلك في المراية بينشف، تفاصيل عضلاتك بتظهر ومقاساتك بتظهر، فمش مهم الوزن. خليه في حساباتك بس هو مش كل حاجة. اصبر وما تستعجلش، خد التنشيف بروقان، واهدى على نفسك، وراقب نفسك زي ما قلت لك، وزنك المتوسط الأسبوعي وصورك في المراية. بس كده، بس تكون في نفس الإضاءة وفي نفس التوقيت يعني. يعني لو انت بتصور الصبح في إضاءة معينة، كل أسبوع تصور في نفس المكان ونفس الإضاءة. تمام. بس كده. لو انت وصلت لحد هنا، فاولا حابب اقول لك ان انا بحبك. ثانيا انت راجل جدع. ثالثا انت نسيت تعمل لايك، فانزل اعمل لايك دلوقتي حالا واشترك في القناه. لو الفيديو عجبك او استفدت منه باي حاجه، انت ما تنساش تعمل سبسكرايب زي ما قلت لك. لو عندك راي او تعليق سيبولي تحت في كومنت، وانا هرد عليك الفيديو الجاي. يا رب اكون استفدت باي حاجه من الفيديو، وانا دايما كان هدف زي ما قلت لك انك تتعلم وما تمشيش ورايا يعني. انا بعلمك ازاي تفكر بس كده. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.